ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده حبيت اعمل معاكم اكله بتكون حلوه قوي في العزومات وشيك جدا على السفره. حبيت اعمل معاكم بيكاتا بالمشروم بصدور الفراخ. طبعا انت تقدري تغيري صدور الفراخ تستخدمي وراك او دبابيس. هنا عندي حله على النار فيها معلقه زبده ومعلقه زيت. نزلت فيها بصدور الفراخ. صدور الفراخ دي انا متبلاها بالملح والفلفل والبابريكا المدخنه بس. والحله بتكون سخنه، عشان لما انزل بالفراخ ما تنزلش ميه معايا ما تنزلش ميتها، وعايزاها تاخد لون من الجنبين، اللون يكون ذهبي كده حلو. وهنا كانت الفراخ بتاعتي بدأت تاخد لون وقلبتها على الجهة التانية واخدت لون كده من الجهتين. هطلعها بقى في طبق خارجي. على فكرة هي كان لونها ذهبي بس هي طالعة لونها فاتح شوية في الكاميرا. هنا مكان الفراخ هنزل ببصلة صغيرة انا مقطعاها رفيع على قد ما اقدر يعني، وهتبلها كويس قوي. مكان الفراخ بملح وفلفل مش كتير طبعا لان احنا حاطين على الفراخ قبل كده ملح وفلفل. هنا كانت البصلة دبلت معايا كويس واخدت لون حلو كده خفيف ذهبي. هنزل عليها بفص توم مهروس. انا بحب دايما احط التوم فريش، بحب اهرسه في الهراسة اليدوية دي، بيبقى طعمه حلو قوي يعني بيدي نكهة حلوة. هقلبه كويس مع البصلة بس مش هحمره، بس ريحته تطلع بس مش اكتر. وهرجع انزل بيه. هنا هنزل بالمشروم الاول. هدبل المشروم برضو مع البصل والثوم. وهنا كان المشروم دبل، هرجع انزل عليه بمعلقتين دقيق. معلقتين الدقيق دول هفضل اقلبهم كويس قوي مع المشروم لغاية لما الدقيق يختفي خالص. ده اللي بيعمل لي السمك بتاع الصوص. طبعا انتي عامله كميه اكتر، دول اقل من نص كيلو بانيه او فراخ صدور يعني، فانتي عامله كميه اكتر تزودي الدقيق. هنا كان خلاص دي اتقلب كويس. هنزل عليه بقى بالفراخ بتاعتي. الفراخ دي كانت لما حمرتها ما كانتش استوت طبعا، فهي محتاجه لسه سوا. هقلبها كويس قوي مع المشروم. وبعدين هنزل بكوبايتين ميه يكونوا مغليين من الكتل. كل معلقه دقيق بتاخد كوبايه ميه. هنا رشيت رشه ملح تاني عشان اظبط بس الملح بتاع الاكل. هنا كوبايتين ميه مغليين. وهغطي عليها واسيبها لغايه لما الفراخ تستوي. هي بتاخد 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي. هنا بقى الفراخ بتاعتي كانت استوت، فهجيب كوبايه كريمه طبخ وهنزل بيها على الفراخ وهقلبها كويس وهسيبها كمان دقيقتين تستوي فيها. الاكله دي ميزتها ان انتي ممكن تسلقي مكرونه بيضه وتحطيها جوه الصوص ده، هتبقى تحفه معاها. او تتاكل جنب رز مبهر مثلا، يعني ليها تقديمات كتير تتقدم بيها. لو حسيتي ان الصوص معاكي تقل شويه ممكن تزوديه شويه لبن او شويه ميه، مش هيجرى حاجه يعني. انا سبتها هنا دقيقتين بس بالظبط، وده كان شكلها النهائي. يا رب تعجبكم، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه.